أول ما الدب كان داخل المطار شاف عملة معدنية على الأرض، بص حواليه بسرعة وبعدها خدها بسرعة، وكان جعان جدا. قدامه على طول كانت في ماكينة أكل وشرب، راح عندها وحط العملة في الماكينة، بس شكلها علقت في النص وما طلعتش حاجة. الدب اتعصب وبدأ يضرب في الماكينة. فجأة العملة طارت ودخلت في بقها ونزلت على معدته. كل حاجة كانت تمام. شرب شوية مية وراح على التفتيش. الحارس قاله يحط حاجته في الماكينة، لكن الدب المجنون راح مطروح بنفسه جوه الماكينة. الحارس استغرب وقاله يدخل من البوابة، وفجأة جرسوا الإنذار. رن الحارس ومسكه بسرعة وبدأ يفتشه بجهاز الكشف المعدني. الجهاز اشتغل عند بطنه. الحارس بص في شاشة الجهاز ولقى عملة جوه معدته. هما الاتنين اتصدموا ساعتها. الدب افتكر إن دي نفس العملة اللي دخلت جوه بطنه، جري على الحمام وفضى معدته وبعدها رجع بسرعة. الحارس فتشه تاني، لكن العملة كانت لسه جوه. رجع الحمام تاني وفضل كده لحد المرة الثالثة، وأخيراً العملة خرجت ورجع ماسكها في إيده، بس كانت بقت بايظة. بص تاني على ماكينة الأكل وحط العملة فيها من جديد، وأخيراً قدر يجيب أكل وشرب.